المدينة في ظلام دامس، والبرد شديد، والرياح بتعصف بكل حاجة، وأصواتها بتخترق قلوب الصحابة اللي قاعدين في خيامهم. مفيش نار مولعة تدفيهم، مفيش أكل غير شوية تمر ناشف، والمية متجمدة من البرد. لكن ده كله مش مهم. الخوف الحقيقي كان جاي من بره. آلاف الجنود متجمعين في الضلمة، مستنين اللحظة اللي يقتحموا فيها المدينة ويمحوا الإسلام للأبد. الليلة دي مش مجرد ليلة عادية، دي كانت واحدة من أصعب لحظات المسلمين في المدينة، لما اتحصروا من كل ناحية في غزوة الأحزاب، أو زي ما بيطلق عليها غزوة الخندق. خلونا نرجع بالزمن شوية بعد غزوة أحد. قريش كانت لسه بتدور على انتقام حقيقي من المسلمين، لأن رغم أنهم كسبوا في غزوة أحد، لكن الإسلام لسه بيتمدد، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه في المدينة. وهنا ظهرت خطة خبيثة. اليهود اللي كانوا عايشين جنب المسلمين بدأوا يتآمروا، وراح وفد من يهود بني نضير لقريش وعرض عليهم تحالف عشان يخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا. كانوا شايفين ان محمد هيبقى لوحده والمدينة هتبقى فريسة سهلة. قريش وافقت، بس مش لوحدهم، لان اليهود كمان اقنعوا قبائل تانية زي غطفان وبني سليم وبني أست وفزارة، وتشكل جيش ضخم عدده اكتر من 10,000 مقاتل، وهو رقم مرعب بمعايير الجزيرة العربية وقتها. الهدف كان اقتحام المدينة من كل اتجاه وسحق المسلمين تماما. لما الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة وبدأوا يفكروا في حل. الوضع كان خطير جدا، لكن سيدنا سلمان الفارسي اقترح فكرة جديدة تماما على العرب. قال لهم إن في بلاد فارس لما كانوا بيبقوا قدام جيش قوي، كانوا بيحفروا خندق عميق حوالين المدينة ويخلوا العدو مش قادر يعديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بالفكرة، وقرروا ينفذوها فورا، وبدأ العمل. البرد كان شديد، والأكل كان قليل جدا، بس المسلمين كانوا بيحفروا بكل طاقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان بينزل الحفر وبيساعدهم، وكانوا بيربطوا حجارة على بطنهم من الجوع. أثناء الحفر واجهت الصحابة صخرة ما يدروش عليها، وهنا استدعوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي محمد نزل بنفسه وضرب الصخرة 3 مرات، وفي كل مرة الشرار كان بينور والصحابة سمعوا منه بشارة، ومع كل جزء كان بيكسروا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن. وده معناه ان الاسلام مش بس هيصمت في المعركه دي، ده هيمتد بعد كده ويحقق انتصارات عظيمه. جيش الاحزاب اتحرك، ولما وصل المدينه اتفاجئ بالخندق. العرب ما كانوش متعودين على النوع ده من الدفاعات، وفضلوا واقفين مش عارفين يعملوا ايه. جيش المسلمين كان حوالي 3000 مقاتل بس، لكنهم كانوا محتميين جوه المدينه، والخندق كان مانع اي اقتحام مباشر، والمشركين اضطروا يعسكروا حوالين المدينه، وبدا حصار قاسي استمر اكتر من 20 يوم. الأزمة كبرت لما وصلت أخبار إن يهود بني قريظة اللي كانوا عايشين جوه المدينة خانوا المسلمين وتحالفوا مع الأحزاب. يعني المسلمين دلوقتي محاصرين من بره ومن جوه. الأمور بقت شبه محسومة. المشركين كانوا مستنيين اللحظة المناسبة للهجوم، والمسلمين كانوا في موقف لا يحسدوا عليه. وهنا تدخلت إرادة ربنا. ليلة شديدة البرودة، وفجأة الرياح بدأت تشتد، والخيام بدأت تتقطع، النيران اتطفت، والجنود بقت مرعوبة. الوضع خرج تماما عن السيطرة. المشركين فضلوا يحاولوا يومين تانيين، بس بعدين اتأكدوا انهم مش هيقدروا يعملوا حاجة. قريش سحبت جيشها، وغطفان انسحبت، وبكده انتهى الحصار. رغم ان الأحزاب كانوا أقوى بكتير، إلا انهم ما قدروش يكسروا المسلمين. الخندق، صبر الصحابة، والرياح اللي ربنا أرسلها كانوا السبب في أعظم انتصار بدون قتال مباشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. بمعنى أن المسلمين مش هيستقبلوا الهجوم تاني، بل هيخرجوا هم للهجوم. ودي كانت بداية مرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي. غزوة الأحزاب مش مجرد معركة، لكنها درس في الصبر، العبقرية العسكرية، والثبات على الدين رغم الصعاب. كانت لحظة فارقة في التاريخ الإسلامي، وبعدها بدأت الدولة الإسلامية تكبر أكتر وأكتر. السؤال هنا: لو كنت في موقف الصحابة وقت الحصار، كنت هتقدر تصمد زيهم، ولا الصحابة كانوا أصحاب قدرات خاصة؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.